تعال اقول لك على حاجه هخلي دماغك تعمل ايرور. تصدق ما طلعش في حاجه اسمها مد وجزر؟ اكيد دلوقتي تضحك عليا. تعال نفكر سوا وهفهمك واحده واحده. هقول لك ايه اللي بيخلي الميه تعلى وتنزل، هتيجي تقول لي عشان خاطر القمر اللي بيسبب المد والجزر. هقول لك طب ما هو موجود على طول، ما يبقى يا مد يا جزر. ليه بقى الميه بتعلى وبتنزل؟ تعال بقى انا افهمك ليه بتعلى وبتنزل. في الحقيقه الارض بتتعرض لقوتين من الجاذبيه، واحده بسبب القمر ودي اقوى عشان قربه للارض، والثانيه بسبب الشمس بس عشان بعيده شويه. فبالتالي الشمس بترفع الميه من ناحيه والقمر من الناحيه الثانيه. ابسطها لك. الارض بيبقى فيها بقليله من اليمين وبقليله من الشمال، والارض وهي بتلف بتخش جوه البقليله وبتطلع منها، وتيجي الناحيه الثانيه تخش جوه البقليله تطلع منها برضه. انا اسود على الكلام. فكل 6 ساعات بيبقى فيه مد وجزر مد وجزر بسبب دوران الارض جوه وبره البقليله ديت، بسبب حركه دوران الارض. بالظبط نفس فكره ان احنا بنقول الشمس بتغيب، لان في الحقيقه الشمس ثابته، الارض هي اللي بتتحرك وبتغيب عن الشمس. لو عايز تعرف حاجات مجنونه تاني تابعني على قناه اليوتيوب. سلام يا زو.